سنغال نو، سنغال نو، نو اند نو، نو تورته نو جاتو نو. الاشكال دي انا مش عايزه اشوفها تاني، انا مش عايزه اشوف الاشكال دي تتشقلبوا بقى. تشوفوا لو صعدنا تاني، صعدنا تالت، هنصعد اول. تبعدوا لنا عن سكه السنغال خالص، ابعدوا لنا عن سكه السنغال خالص، ابوس ايدكم. انا حاسه ان انا بقى عندي سنغال ايشوز، عملوا لي عقده. بالله عليكم ابعدوا. انتوا عارفين لو خسرنا من منتخب السنغال لا قدر الله يعني الجمهور المغربي ممكن يعمل فينا ايه؟ بالله عليكم اتشقلبوا وابعدوا عن سكه السنغال خالص. هم بقى يصعدوا تالت، احنا نصعد اول، احنا نصعد تاني، المهم ما نلعبش السنغال. ابوس ايدكم. عدم المؤاخذه يا رجاله، انا كنت بقول على ميسي الحذر من قطار مبابي اقادم هخلفه. يعني انا ركزت على مبابي والقطر اللي جاي ورا ميسي ونسيت الهلف ده، نسيت الشاحنه النص طن اللي محمله خشب ومحمله اسمنت وحديد وداخله عليهم بسرعه الصاروخ، نسيت التريلا، نسيت الغول، نسيت الليث، نسيت الغضنفر، نسيت التنين، نسيته. ما انا ده جاي حاطه مقام كاس العالم في بطوله واحده، ما عندوش وقت، لا مستني ولا عمل اعتبار لحد ولا اي حاجه. قال لك هو باشا هو ده كاس العالم اللي انتوا عاملين عليه دوشه، هو ده كاس العالم اللي انتوا عاملين عليه، هو ده الحوار يعني، هي دي البطوله الجامده يعني اللي انتوا عاملين عليها قصه. حاضر، اول ماتشين 4 جوان. اجمل المباريات في المونديال، ولكن لا تغرك النتيجه. 3-2 انت تفكر انها صعبه وان النرويج عانت. لا النرويج كانت تقدر تنتصر فوق الخمسه، فوق الخمسه كانت تقدر تنتصر. اصلا من الشوط الاول كان يمديهم يخلصوها. كوليبالي اليوم ساهم للنرويج اكثر من هالاند. هالاند سجل هدفين بس كوليبالي ساهم اكثر، لان 3 الاهداف هو جميعا يتحملهم. شلتونا يا الهلال، ما تعرفوا تجيبوا اجنبي صراحه، ما تعلموا من الشباب، ما تعلموا من كبيركم عشان يجيبوا اجانب. احنا لا جبنا مدافعين وجبنا لاعبين عليهم القيمه يشرفوا منتخباتهم. شوفوا جمال بالعمري مع الجزائر، جو كاس افريقيا معهم. ما يصير بنعلمكم كل شيء احنا، والله ما يصير. لما طلعت قلت ان المنتخب المغربي هو المشرف الوحيد للكره الافريقيه، طلعت ناس قالت لي بص على المنتخب السنغالي هيعمل اداء عالمي وهيعمل سلسله الرقم القياسي اللي عمله المغرب في كاس العالم. لعب السنغال مع فرنسا اتنجد 3-1. طلع لي بعض الفقاهين قالوا لي يا عم حرام عليك، انت عايز تقول ان السنغال ممكن يكسب فرنسا؟ لا يا عم، اتفرج عليه قدام النرويج اهو النهارده قدام النرويج اكل النجيله 3-1 ومعرف يعمل هجمه. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم لما كنا بنطلع نقول ان المغرب اقوى منتخب في افريقيا؟ ايه رايكم لما كنا بنطلع نقول ان طبعا هذا الغول ما شاء الله تبارك الله 4 أهداف في مباراتين. هذا لو شارك كاس العالم الماضي اظن قرب من رقم كلوزا ولا رونالدو، شيء مو طبيعي. ولو تأهلت النرويج البطولة القادمة واللي بعد تقريبا هو يقدر يشارك 3 نسخ او نسختين ل 3 نسخ، اتوقع يوصل لرقم رونالدو مع منتخب النرويج على نظام البطولة الجديد، يوصل بالراحة. شيء مو طبيعي يعني. اهداف لو مهاجمين ثانيين ما يسجلونها زي الهدف الثالث، صعب على اي مهاجم يلمسها بالطريقة هذه. لكن هالاند ما شاء الله ما يتعب من التهديف، مرونة وكل شيء. مع ان انا اشوفه مهاجم في اللمسات وزي كذا اوفر ريتد، هو في الفينش بس فينيشر فقط. هذه المباريات اللي نسهر علشانها وما عندنا مشكله، ننتظر المباريات اللي زي كذا 3-2 السنغال والنرويج، مباراه طحن. هالاند يا جماعه تخيل هذا اللاعب يعني يشيل مجموعه كامله، يشيل الفريق كامل. المباراه الاولى 2، المباراه الثانيه 2، ولا زال النرويج راح يقدم مباراه كبيره امام فرنسا. ما شاء الله تبارك الله. السنغال الامانه خذلوهم لعيبه، بعض اللاعبين زي كوليبالي زي مندي خذلوا منتخب السنغال بكل امانه. كوليبالي مقدم لهم هدفين هديه، ولكن مباراه للامانه توب على طراز. قدموا فيها اخر خلينا نقول الشوط الثاني السنغال قدمت مباراه خياليه، ولكن ما حلفهم الحظ. هارد لك، ومباراه زي كذا تقدر تسهر علشان المباراه الجايه الجزائر امام الاردن. بالتوفيق للجميع. النرويج 2 السنغال. المنتخب السنغالي باي كاس عالم ان شاء الله تفوز عليك العراق ولا تعادلون عشان يتأهل المنتخب السعودي مع فوزنا على الراس. ايرلينغ هالاند هذا مستوى السنغال، هذا السنغال اللي مسوي يا ابويا يا كوليبالي ساديو ماني ميندي. والله نختار جول ضد النرويج والفرسان وتكويك العراق بامر الله ايمن بن حسين. ايش السنغال تخسر؟ كارثة، مصيبة، فضيحة. هالاند يسجل هدفين وصار عنده 4 أهداف. جنون نجم السيتيزن. حسمت المجموعة، الفرسان فرنسا صدارة بس باقي ما حسمت، والنرويج بالوصافة. السنغال هذا أفشل منتخب أفريقي من صفوة منتخبات مغرب.
المغرب افضل منه، مصر افضل منه، كوت ديفوار افضل منه، يعني هو نفس الجزائر كارثي وتونس. ايش ده يا السنغال؟ فوز مستحق، ايرلينج هالاند مبروك. وبعدين بقى يا جماعه في العرر اللي مسوقين سمعه افريقيا دي، رسميا الفحل القدوه المغوار الاسد الملك ايرلينج هالاند بيطرد السنغال من المونديال. يا جماعه انا مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس ايرلينج هالاند في المونديال ده ممكن يكسر ارقام كريستيانو رونالدو في تاريخه. منتخب النرويج من وجهة نظري انا هو الحصان الاسود لمونديال 26، منتخب متوسط ولكن بيقدم كرة حلوة، والاجمل من كل ده انه مستفيد من امكانيات ايرلينج هالاند بنسبة 300%. ايرلينج هالاند بالمعنى الحرفي بيتخدم عليه صح، بالمعنى الحرفي السكواد كله عارف ان الهجمة هتخلص هنا، وده ما بيجليش ما شاء الله عليه. سكة السلامة يا اعر منتخب في افريقيا. عادي اول ماتشين 4 اجوان عادي، وتحس ان هو بيلعب مستمتع، يعني هو مش فارق معاه. يعني احنا كنا عمالين نقول امبابي هيحطم ارقام ميسي في عدد بطولات اقل ومش عارف ايه وبتاع، نسينا ان في حيوان داخل وراهم، يعني ما شاء الله ما مش عامل اعتبار لا لسنه ولا الكرامه ولا البطوله ولا مش فارق معاه حاجه. ده مش شايف حد، ده مش شايف حد. يعني الامل ان في ماتش فرنسا والنرويج يهدى، بس يعني صليبه واوباميكانو لقوا طريقه ان هم يهدوه شويه. يعني محتاج كده يضرب له شوب عناب، يضرب له شويه شاي اخضر، يعني حد يديله كركديه، حد يديله شويه شيح، يمكن يهدى حبتين، لان من الواضح ان هذا الاخ يعني مش ناوي على خير. احنا مركزين ميسي هداف تاريخي، امبابي جاي وراه، البطريق ده ما كناش عاملين حسابه. المغرب يستحق بطولة افريقيا، كنا بنتشتم، كنا بنتهاجم، كان بيتقال علينا اوسخ كلام. طب ايه رايكم في النهارده بقى؟ هل السنغال اللي خسران ماتشين كل ماتش 3-1 ايه رايكم فيه؟ هل ده منتخب جامد يعني؟ ده المنتخب الفشيخ اللي هيشرف افريقيا؟ منتخب السنغال منتخب فاشل، منتخب ضعيف. التحكيم اللي قواه في بطولة افريقيا الاخيرة، لولا مساندة التحكيم ولولا النظام الفاسد في افريقيا اللي فات، كان زمان ما نعرفش حاجة عن السنغال. مصر هي اللي عملت قيمة للسنغال، والمغرب هي اللي كسرت عين السنغال.